من كام يوم فاتوا كنت سهرانة بالليل بعد الساعة 12. قلت لما أعمل بيتزا. المطبخ كان هادي، مفيش فيه غير صوت تكتكة الساعة. فردت العجينة وبدأت أحط الصلصة الحمراء، وبعدين وأنا بفرد الصلصة بالمعلقة حسيت فجأة إن برودة المطبخ زادت بشكل مش طبيعي، لدرجة إني بقيت شايفة البرودة دي طالعة زي البخار. قلت لنفسي ده أكيد التكييف، وكملت رشة الجبنة الموتزاريلا وبدأت أرص قطع السوسيس. وبعدين وأنا برص السوسيس وباقي المحتويات سمعت صوت همس جاي من ورايا، صوت رفيع جدا وبيفتح زي الأفعى وبيقولي كتر الشطة، بحبها حامية. جسمي أشعر وإيديا اتجمدت في مكانها. المطبخ ما كانش فيه مخلوق غيري. بلعت ريقي بالعافية بس ما استسلمتش للخوف، وقلت يمكن ده من التعب والمسلسلات اللي أنا بشوفها. وبعدين أخدت صينية البيتزا وفتحت الفرن عشان أحطها، وهنا كانت الصدمة اللي شلت حركتي. لما فتحت باب الفرن ما كانش فيه نار ولا حتى حرارة، ده كان ضلمة كحل. وجوه الضلمة دي شفت عينين واسعة جدا وبتلمع بلون أحمر بتبصلي من قاع الفرن وبتتحرك ناحيتي. وبنفس الصوت الرفيع المرعب اللي سمعته بيقولي أنا مستني البيتزا ومستنيكي معايا. من كتر الرعب الصينية وقعت من ايدي على الأرض، وغمضت عيني وصرخت بأعلى صوتي. ولما فتحت عيني بعد ثواني الفرن كان فاضي تماما، والنار ولع عادي جدا ومفيش أي أثر للعينين. المرعب فعلا مش اللي أنا شفته جوه الفرن، المرعب إن البيتزا اللي وقعت على الأرض ما كانتش موجودة أصلا، والصلصة اللي كانت على الرخامة كان مكتوب بيها كلمة واحدة، مكتوب شكرا وبالهنا والشفا. وخدوا بالكم وانتوا بتفتحوا الفرن دلوقتي.